تبقى نايم في امان الله وفجاه عينك تفتح، تبص في الساعه تلاقيها بعد نص الليل. سيل من الافكار السوداء بتهجم على دماغك، تفتكر كل مشاكلك، ديونك، فشلك في علاقه قديمه، وحتى خوفك من بكره، وكأن الدنيا اتقفلت في وشك. في الوقت ده بالذات الموضوع ده ليه تفسير علمي. في التوقيت ده جسمك بيكون في اقل درجه من مستويات السكر، والاهم من ده كله ان هرمون السعاده عندك بيكون في الضياع في الوقت ده، وهرمون التوتر بيبدأ يجهز نفسه علشان يصحيك الصبح. وبسبب الخناقه دي بتحصل قفله في الكيمياء بتاع الدماغ، حتى الجزء المسؤول عن المنطق في اللحظه دي بيكون لسه نايم هو كمان، واللي صاحي هو مركز الخوف. فاي مشكله صغيره في الوقت ده مخك بيصورها لك انها نهايه العالم. ومع الوحده كمان في الوقت ده بتحس ان مفيش غيرك في الكون ومحدش حاسس بيك. يعني ببساطه الهرمونات بتاعت مخك كانت عامله لك دماغ، وكمان ضحكت عليك في التوقيت الغلط. يعني لو صحيت الساعه 3 الفجر وحسيت ان الدنيا سودة، ما تصدقش نفسك، دي مجرد خناقه كيميائيه جوه دماغك وهتروح لحالها. ومجرد ما تشرب بق ميه هترجع تنام تاني علشان تقوم تشوف شغل. يا ترى ايه اكتر فكره سوداويه جات لك في الوقت ده وانت صاحي؟ يا ريت تقول لنا في الكومنتات.